لو فاكر إن الصيف ده درجة حرارته عالية قوي فعايز أقول لك أنت مسكين، لأن أسعار اللاعبين بقت أعلى بكتير. ولو فاكر إن الشمس هي اللي سخنت الجو كده تبقى برضه غلطان، لأن اللي خلى الدنيا سخنة قوي كده هو موسم انتقالات الدوري المصري. يعني زي ما صيف السنة دي اتغير عن السنة اللي فاتت، فموسم انتقالات الكرة المصرية اتغير هو كمان، ولكن بقى أكتر بكتير. مع بداية موسم استثنائي وتغيرات في شكل المسابقة تم الإعلان عنه من قبل رابطة الأندية، بيشهد سوق انتقالات اللاعبين في الكرة المصرية تغيرات هو كمان، أرقام وأسعار لأول مرة بنسمع عنها عندنا في الكرة المصرية. مع بداية موسم جديد بيتكون من 21 نادي، فالجميع جهز نفسه والكل اشتغل على صفقات جديدة. أندية غيرت جلدها وقوامها عن المواسم اللي فاتت، وأندية للأسف معرفتش تعمل حاجة في ظل ارتفاع الأسعار. وكمان عندنا أندية بتواجه إيقاف قيد لاعبين، وأندية صاعدة بتحاول تجهز مفاجأة وتكون الحصان الأسود للبطولة، وأسامي تقيلة في مفاجأة كبيرة قررت تبدأ مع فرق ملهاش تاريخ في الدوري المصري، ولاعبين كمان ما كناش نتوقع إن هم هيسيبوا فرقتهم اللي بدأوا معاهم، وكلام كتير لازم تعرفوه وتاخدوا عنه فكرة قبل بداية الموسم الكروي 2025-2026. وفي الفيديو ده هنعرض فيه كل الصفقات اللي تمت لحد دلوقتي، ومين اللي الأندية لسه حطاه هدف للتعاقد معاه. ونبدأ مع الأهلي بطل دوري الموسم اللي فات، واللي بدأ الميركاتو بدري وقدر يعمل سكواد تاريخي قبل نهاية الموسم اللي فات، بعد ما تم الإعلان عن تريزيجيه اللي حب يختم مسيرته مع النادي اللي بدأ منه، وتعتبر صفقة من أقوى صفقات الميركاتو حتى ولو على الورق لحد دلوقتي. ومن المجر بيضم اللاعب صاحب الخبرات التونسي محمد علي بن رمضان، صفقة ما فيش اختلاف عليها إنها مكسب كبير للنادي الأهلي لما يمتلكه محمد علي بن رمضان من خبرة كبيرة. بعد رحيل حمزة علاء للاحتراف في البرتغال ضم الأهلي حارس مرمى حرس الحدود محمد سيحة. وفي الدفاع تم انتقال ياسين مرعي من فاركو، وطبعا كلنا عارفين إن ياسين كان من ناشئين نادي الزمالك، ومعاه كمان محمد شكري من سيراميكا، إلى جانب إعارة أحمد بيكهام برضه من سيراميكا، طبعا مع عودة ديانج من الإعارة بعد رحيل مارسيل كولر اللي كان مش مقتنع بيه، ورجع كمان من الإعارة أحمد عبد القادر من فريقه قطر القطري. وبيتم الاستعانة في الهجوم بالمخيف محمد شريف في صفقة انتقال حر. وبعد 6 مواسم كاملة تألق فيها زيزو بتيشيرت الزمالك، قرر في مفاجأة كبيرة للانضمام للنادي الأهلي في صفقة كانت حديث الشارع الرياضي كله، ودي تقريبا كده تقدر تسميها صفقة ب6 بونت زي ما بيقولوا. الأهلي مش بيعزز صفوفه بلاعب قوي وبس، ده كمان بيضعف صفوف المنافس. بس يا ترى بقى زيزو هيقدر يتحمل الضغط الجماهيري؟ ده بقى اللي أنا عايزك تكتبهولي في الكومنتات. تقريبا كده السكواد بتاع الأهلي يعتبر أقوى سكواد في تاريخ الأهلي كله، والأهلي شكله ناوي يحصد البطولات بدري. وحقيقي الكل منتظر يشوف الأهلي وفريقه، يا ترى مين هيلعب ومين هيبقى احتياطي. لعيبة سوبر الأهلي دعم بيها في كل مركز، وفي مراكز تانية تم تدعيمها ب2 لعيبة وأكتر، علشان كده بنقول سكواد تاريخي للأهلي. الكل منتظر يشوف الأهلي مع مدربه الجديد الأسباني خوسيه ريبيرو، اللي هتكون بدايته المحلية مع بداية أول مباراة في الدوري المصري. ومن النادي الأهلي بقى نروح لنادي الزمالك بطل كاس الموسم اللي فات، وعلى خطى باريس سان جيرمان اللي شاف النجاح بعد تعيينه مدير رياضي غير من شكل الفريق وغير خطط الكرة في النادي. بدأ نادي الزمالك هو كمان بأولى صفقاته بتعيين مدير رياضي جديد، مدير رياضي يكون عنده خبرة وعلاقات يقدر يغير بيها شكل وسيستم الفريق، والراجل ده هو جون إدوارد المدير الرياضي السابق لنادي فاركو، واللي بدأ أولى صفقاته بتعيين البلجيكي يانيك فيريرا كمدير فني للفريق مع جهاز جديد بالكامل. وبعدها بقى بدأ بتغيير كلي للفريق، وبقينا كل أسبوع بنسمع جرس القلعة يدق ويعلن صفقة جديدة للنادي. وبيبدأ جون إدوارد ونادي الزمالك أول صفقات الميركاتو مع حارس المرمى المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، وبعديها بيعزز الجانب الهجومي بصفقة لاعب أجنبي وهو الأنجولي شيكو بانزا القادم من استريلا البرتغالي. وطبعا الكل كان أجمع أن الخط الهجومي في نادي الزمالك أكتر مركز محتاج تدعيم، علشان كده النادي بيضم مهاجمين 2 مرة واحدة ومن نادي واحد، وهو نادي فاركو بيضم منهم أحمد ناصر وأحمد شريف، لعيبة معروف عنهم إن هم سنهم صغير وعندهم خبرة وأدوا أداء ممتاز الموسم اللي فات، لكن بقى هيقدروا يتأقلموا في اللعب مع الكبار، ده اللي هنشوفه. ومكملين في الجانب الهجومي، والزمالك بيقدر يتعاقد مع الجناح الفلسطيني آدم كايد اللي بيعتبر صفقة محلية زي ما انتم عارفين، وكمان بيقدر يضم المغربي الواعد عبد الحميد معالي صفقة تحت السن ولاعب مهاري قادم من اتحاد طنجة. أما بقى في نص الملعب فبينجح جون إدوارد مع التعاقد مع أكتر صفقة كان محتاجها الزمالك، وهو أحمد ربيع من البنك الأهلي. وفي الدفاع بعد إصابة أحمد حسام بالرباط الصليبي ربنا يشفيه، فبيتم إعلان انضمام محمد إسماعيل لاعب نادي زد.
ومع الوجوه الجديدة والشابة اللي موجودة، فالفريق كان محتاج حد خبرة يعمل توازن، علشان كده بيتم التجديد لعبد الله السعيد، خصوصاً بعد اعتزال شيكا وعبد الشافي. عبد الله طبعاً واحد من أفضل اللاعبين في الدوري في مركزه، لاعب يقدر يعمل شكل للفريق ويقدر يصنع ويخلق الفرص. ومن نادي الزمالك نروح لبطل أفريقيا نادي بيراميدز، اللي كان تقيل جدا في صفقاته، واللي مؤخرا فقط أعلن أولى صفقاته، وهو البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادم من التشيك لدعم مركز الجناح. وده طبعا بعد خروج أهم لاعبي الفريق إبراهيم عادل للاحتراف في الدوري الإماراتي، ولكن كمان رجع له من الإعارة محمد رضا بوبو ومحمود زلاكا. ومن بطل أفريقيا نروح لبطل كأس الرابطة نادي سيراميكا كليوباترا، اللي على طول بيعلن انضمام المدافع محمد مغربي قادم من الاتحاد السكندري كأولى صفقات الفريق. وده بعد رؤية علي ماهر المدير الفني، اللي شايف إن الفريق كان بيعاني دفاعيا الموسم اللي فات، علشان كده بيعلن انضمام لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن انتقال نهائي، واللي معروف عنه إنه لعيب قوي. ومعاه كمان على سبيل الإعارة كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر. يعني ظهيري الأهلي يمين وشمال انضموا لسيراميكا. وتقريبا كده أكتر صفقات تمت ودعمت سيراميكا كانت من النادي الأهلي، اللي ضم كمان أصحاب الخبرات كريم ندفد، واللي معروف عنه إنه بيجيد اللعب في أكتر من مركز، وكمان انضمام اللاعب الخبرة عمرو السولية. وبيقدر كمان سيراميكا يضم حارس المرمى محمد طارق حارس مودرن السابق. وبعدها بقى بنروح للمصري البورسعيدي، اللي بيشتغل في هدوء تام وعايز يضيف رتوش بسيطة على فريق الموسم الماضي، فبيجدد عقد واحد من أهم نجوم الفريق، وهو الجزائري عبد الرحيم دجموم إلى عام 2027. وكمان بيضم مواطنه ولاعب نادي شباب قسنطينة منذر طومين صاحب 23 عام في مركز المهاجم بعقد مدته 3 مواسم. وكمان بيقدر يضم عمر الساعي من النادي الأهلي. وبكده بقى منتظرين نشوف بصمات المدير الفني التونسي نبيل الكوكي مع الفريق البورسعيدي. ومكملين في فرق القناة ومع واحد من أهم الأندية الشعبية المصرية، وهو طبعا نادي الإسماعيلي، اللي للأسف مازال بيعاني، وشكله كمان هيعاني الموسم ده بسبب وقف القيد، واللي خلى النادي مش هيقدر يضيف جديد أو يحسن من سكواد الفريق. لكن الفريق بيقدر يجدد عقد محمد حسن لاعب خط الوسط إلى عام 2027، وكمان بيقدر يجدد عقد الحارس أحمد عادل إلى عام 2030. من وجهة نظرك بقى إيه اللي مستني الفريق الموسم ده؟ وهل السكواد دوت يقدر يبعد بالإسماعيلي عن شبح الهبوط زي المواسم الماضية؟ يا ريت تكتب لي رأيك في الكومنتات. ومكملين مع الفرق الشعبية ونروح لفرقة غزل المحلة أرجنتين مصر زي ما معروف عنها، واللي عنده مشروع جديد وتحدي كبير للجنرال علاء عبد العال. النادي بيضم كل صفقاته تقريبا من الدرجة الثانية، ومعروف عن نادي غزل المحلة إن هو نادي مكتشف للنجوم بيقدمها للدوري المصري. بيضم النادي أحمد العش من البنك الأهلي 3 مواسم، ويوسف العزب من المقاولين العرب 3 مواسم، وبيضم كمان أحمد حامد شوشة مدافع الجونة لمدة 3 مواسم، ومن المريخ البورسعيدي محمد إسلام أرموشة 4 مواسم. وبيقدر يتعاقد مع الجناح الهجومي أحمد عثمان من البلدية، والظهير الأيسر مصطفى أوفا لاعب العبور 4 مواسم. كمان بيقدر يضم رزق باشا من كوم حمادة، وبينجح إن هو يضم كمان أحمد رفاعي من الزمالك بعقد مدته 5 مواسم، ويضم كمان عماد ميهوب من بيراميدز إعارة لمدة عام، ومعاه أشرف مجدي من سموحة على سبيل الإعارة، وده لاعب بيلعب في مركز 8. بالإضافة بقى لانضمام محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم. كمان بيضم أحمد وحيد ناشئ الأهلي إعارة بنية البيع، ومعاه محمد أيمن من فاركو باك يمين. وبيقدر غزل المحلة إن هو يضم صفقات إفريقية من تنزانيا، بيضم ظهير أيسر رحيم شوماري، والكاميريني شيبوندي، والنيجيري ويليان سانداي. والنادي في حالة مفاوضات لضم يوسف أسامة نبيه من بيراميدز. والفريق كده من أكتر الفرق اللي بتعمل صفقات استعداداً للموسم الجديد، واللي بتحاول فيه الإدارة العمل على البقاء في الممتاز، إلى جانب طبعاً تسويق عدد من اللاعبين زي ما حصل مع عمرو الجزار مدافع الفريق واللاعب المميز محمد بن شرقي. ومكملين مع الأندية الشعبية ونروح لسيد البلد الاتحاد السكندري مع مديره الفني الجديد أحمد سامي، اللي هو نفسه شخصياً قدم موسم سيء الموسم اللي فات، وبيحاول يسترجع أمجاده مع فريق سكندري آخر وهو الاتحاد. علشان كده بيختار لعيبته بعناية جدا، والتدعيمات بتبقى في مختلف المراكز. وبيعزز مركز حراسة المرمى بضم الحارس الدولي المميز محمود عبد الرحيم جنش، ومعاه الحارس الشاب يوسف نادر من بيراميدز، وبيضم معاهم محمود عجيب على سبيل الإعارة من ديروت. وكمان الفريق بيقدر يضم المهاجم نور علاء، مهاجم شاب وواعد قادم من سيراميكا، ومعاه كمان لاعب من سيراميكا خبرته كبيرة جدا في الدوري الممتاز وهو محمد توني. وبيأمن بقى مركز الباك رايت بانضمام أحمد محمود من الزمالك وعبد الرحمن بودي من سيراميكا في نفس المركز. وبيضم كمان محمد كناريا في وسط الملعب،
والمدافع محمد سامي من سيراميكا. أما بقى في الهجوم فبيضم الفريق صفقة قوية وهو المهاجم جون إيبوكا، بالإضافة إلى النيجيري إسحاق سافيول اللي بيلعب في نص الملعب. ونروح بقى الفريق من ال3 فرق اللي صعد للممتاز ورسم لنفسه إن هو يكون الحصان الأسود للموسم الجديد، وهو نادي كهربة إسماعيلية، اللي حقيقي أنا متشوق جدا أشوف الفريق ده، خصوصا بعد التعاقدات القوية اللي عملها الفريق، بداية من مدير فني واعد وهو رضا شحاتة اللي عايز يثبت نفسه. فالنادي بيقدر يضم المهاجم عمر السعيد ومعاه محمد فاروق. وفي مفاجأة كبيرة بيعلن النادي عن انضمام لاعب بحجم محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك السابق. والصفقات والنوعية من اللعيبة دي معروف عنها أنها عندها خبرة كبيرة، وده اللي لازم يكون موجود في أي فريق، تنوع ما بين الخبرة والشباب. والنادي كمان بيقدر يضم سيف العجوز من فاركو، واللاعب محمد سعيد جهينة من سموحة، وعلى سبيل الإعارة بيتعاقد مع محمد سعيد لاعب المجد الإماراتي، وعبد الفتاح شتا لاعب بروكسي، وكمان علي الجبري حارس مرمى سيراميكا. ونروح بقى للفريق اللي منذ صعوده للممتاز بيسبب دايما أزمة للكبار، وهو البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار، واللي كان دعمه الكبير للمدير الفني طارق مصطفى واحد من أهم أسباب نجاح الفريق، إلى جانب طبعا دعمه للفريق بصفقات، واللي كان أبرزها مصطفى شلبي من الزمالك لمدة 3 سنوات، والمهاجم اللي بعتبره هيكون أهم مهاجمين الدوري الممتاز الموسم ده وهو أحمد أمين أوفا من إنبي. وبيتعاقد كمان مع اللاعب اللي حصلت عليه ضجة كبيرة من الأندية الكبيرة وهو يسري وحيد. وكمان بيقدر النادي يتعاقد مع واحد من اللاعبين البارزين الموسم اللي فات وهو محمد بن شرقي قادم من غزل المحلة. والنادي كمان بينجح في إتمام صفقة سيد نيمار من الزمالك بعد نجاحه في الإعارة الموسم اللي فات. وكمان النادي بيتعاقد مع عمرو الجزار مدافع المحلة الصلب، إلى جانب مصطفى ديويدار من إنبي وأحمد متعب ظهير أيسر مميز قادم من الجيش. وفي حراسة المرمى بيتعاقد مع حارس مميز وليه مستقبل عظيم وهو أحمد طارق سليمان من نادي بروكسي بعقد لمدة 4 مواسم. وهنا بقى لازم أقف شوية لأني شايف تحركات وسياسة البنك الأهلي حقيقي مميزة، بداية من الدعم الكبير اللي بيتقدم للجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى اللي وثقوا فيه بصرف النظر عن بعض النتائج اللي لو حصلت مع أي فريق تاني الموسم اللي فات كان ممكن يتم إقالته بسهولة جدا. وده طبعا الفرق ما بين الإدارات. الإدارة بتجيب مدير فني مميز وتسيبه يشتغل ومع الوقت أكيد شغله بيبان. وعن نفسي متوقع للبنك الأهلي يكون واحد من ال4 فرق الأولى في الدوري. ولو أنت بقى شايف نفس رؤيتي للبنك الأهلي اكتب لي رأيك في الكومنتات. أما بقى نادي فاركو فكان من فترة قريبة جدا هو النادي الوحيد اللي لم يعلن عن أي صفقة، بل بالعكس النادي باع أهم لعيبته وكان مطلوب منه إن هو يعوضهم ويضيفوا عليهم، لأن النادي كان بيعاني المواسم اللي فاتت وكان معرض للهبوط. بس النادي بيقدر يتعاقد مع حازم أسامة من الزمالك إعارة، ومعاه كمان استعارة يوسف سيد عبد الحفيظ وكريم الطيب انتقال حر، واللاعب كان بدون نادي. وبعدها النادي بيتعاقد مع اللاعب حسين حسني من سيراميكا. وزي ما انت شايف كده انتقالات ضعيفة مش قوية زي باقي الأندية. فيا ترى ايه هي خطة فاركو في الموسم الجديد؟ ده اللي منتظرين نعرفه الموسم ده بإذن الله. ونروح بعد كده لنادي مودرن سبورت اللي كان بيعاني من المنافسة للهروب من الهبوط الموسم اللي فات، علشان كده كان لازم تغيير كبير يتم في قوام الفريق، وخصوصا ان النادي إداريا وماليا من الأندية المستقرة بقيادة دكتور وليد دعبس رئيس النادي، فكان لازم من دعم فني علشان تبقى الأمور أكتر استقرارا. فبيبدأ الميركاتو في مودرن بالتعاقد مع الحارس أبو جبل، ودي تعتبر صفقة قوية جدا جدا. حارس دولي وحارس مرمى سابق لنادي الزمالك عنده خبرات كبيرة يقدر يأمن بيها شباك مودرن. مش بس أبو جبل، النادي بيقدر يدعم نفس المركز بالحارس كمال السيد، وده حارس شاب واعد علشان يبقى أمن مركز حراسة المرمى في النادي. وبيبدأ النادي كمان في ضم لاعبين مميزين زي رشاد المتولي لاعب بتروجيت، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود اللي ظهر بشكل كويس جدا الموسم اللي فات. وكمان النادي بيقدر يضم عماد حمدي من الإسماعيلي، وبيتم تجديد عقد المدافع علي الفيل وده للحفاظ على قوام الفريق. وضم أيضا محمد يسري وأحمد المزهود، وبيضم من طلائع الجيش لاعبه المميز الإفريقي جودوين شيكا. أما بقى فريق إنبي فبيعلنها صراحة بفكر رئيس النادي أيمن الشريعي، وهو الاعتماد على قطاع الناشئين والاستثمار ثم الاستثمار من بيع اللاعبين الكبار والإعارات. وكنا شفنا حتى طريقة عقود جديدة بتتم من خلال نادي إنبي بتظهر لنا هدف النادي المباشر وهو الاستثمار، وده طبعا بعد تحقيق مركز أمن في الدوري. بس يا ترى بقى هل سياسة رئيس النادي هتحقق الهدف المطلوب؟ هو من وجهة نظري أنا لا، مش شايف كده خالص، وإن إنبي هيعاني جدا الفترة اللي جاية، والموسم ده أو اللي بعده ممكن يكون إنبي من أندية الهبوط. لو أنت شايف بقى حاجة تانية ممكن تكتب لي رأيك في الكومنتات. خلاص أيام قليلة ويبدأ الموسم الجديد والميركاتو أوشك على الانتهاء.
كل نادي اشتغل على حسب رؤيته وأهدافه وطبعا إمكانياته، سواء من انضمام لاعبين أو خروج لاعبين للبيع أو الإعارة. لكن من وجهة نظري أنا شايف إن نادي البنك الأهلي هو أكتر نادي عمل صفقات مميزة أو أقوى صفقات في الميركاتو، واللي متوقع له شخصيا يكون من أندية التوب فور، وهتكون مواجهته بلغة الكورة رخمة جدا على أي فريق. يا ترى بقى أنتم شايفين مين وإيه الفريق اللي عمل صفقات قوية، ومين في الناحية التانية الفريق اللي هيعاني بسبب ضعف الصفقات؟ عايزكم بقى تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وكمان تكتبوا لنا أقوى 5 صفقات تمت في الدوري المصري الموسم دوت وبالترتيب. واوعوا تنسوا بقى اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.